ازيكم يا امارات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل النوتيلا. المكونات ان شاء الله كلها تكون موجوده معانا في البيت. اول حاجه معانا كوبايه لبن، كوبايه سكر، وعندنا 5 معالق كبيره كاكاو خام. اهم حاجه يكون الكاكاو خام ده اللي هو نضيف كده، مثلا دريم او كاكاو اسباني، حاجه تكون طعمها مناسبه، ماشي، عشان هو اللي بيفرق جدا في طعم النوتيلا. ومعانا بتاع كوباية لحاجات بسيطة جدا زيت، ماشي. وهنبدأ دلوقتي نعمل النوتيلا. يا مرات احنا حطينا السكر، وبعدين حطينا اللبن، وحطينا كاكاو، وهنبدأ نخلطهم كويس لو عندنا خلاط. تمام، انا دلوقتي مش متوفر معايا، هعمل في الكبة. بعد ما خلطناهم كويس هنبدأ ننزل عليها بالزيت سرسوب كده. شوية شوية. بصوا كده، بعد ما نزلنا الزيت هنضربها شوية كمان، وان شاء الله ان هو هتاخد القوام بتاعها، وهنشوف دلوقتي. بصوا دلوقتي هنشوف وصلت لايه. بصوا هي محتاجة شوية لبن، هنزود لها شوية لبن صغننين. مش هنضيف الكوباية كلها، يعني هنضيف شوية صغننة، وهنرجع تاني نضرب. هي احتاجت شوية كمان، فهنكمل بقية الكوباية. وهنرجع نضربها تاني. ودلوقتي خلطناها كويس وبقت بصوا نفس القوام اللي بنجيبه من بره، تقيلة اهي ما شاء الله. نقدر نستخدمها في اللانش بوكس او في الفطار وكده، نحطها في اي بطرمانات عندنا، ونسيبها في التلاجة شوية، ونقدر نستخدمها بعد كده. بعد ما حطينا النوتيلا في البطرمان، نقدر ان احنا نعملها كساندوتش، او ممكن نعملها صوص لاي كيك احنا عايزينه. ممكن نعملها في لانش بوكس للاطفال في المدرسة. وهي عملنا نوتيلا بطريقة بسيطة، وكمان قوامها تقيل ما شاء الله. بس بالهنا والشفا على قلبكم.